ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير دايما. شنبه صغير، عقله يحير، افكاره تدمر. حماسه زياده. سكوته عباده، موته يريح. طبعا كلكم عرفتوا بنتكلم عن مين؟ عن اغرب راجل عرفته البشريه، تما. الراجل اللي كان عايز النيابه تقوم بدري لما قرر يعمل الحرب العالميه الثانيه وينهي على البشر. الحرب اللي انتهت بكارثه اسمها كارثه. الراجل ان الانجاز الوحيد بتاعه انه كان بيخلص على اللي ما يتسموش. النهارده مش جاي اكلمكم عن هتلر، لا، انا جاي اكلمكم عن رجاله هتلر، وخصوصا الدكتور المجنون، دكتور هتلر المجنون. الدكتور اللي كان هتلر بيستخدمه للتجارب البشريه الفظيعه. الدكتور اللي المفروض يبقى ملاك الرحمه، لا، ده ملاك الموت وطبيب التعذيب. طبيب استخدم كل الاساليب البشعه على المئات من الاطفال في تجارب بشريه فظيعه، واسمه جوزيف مناخيل. دكتور مجنون استخدمه هتلر للتجارب البشريه على الاسرى اللي كان بيأسرهم في الحرب. اجرى النازيون الكثير من التجارب البشريه الفظيعه، وده كان على السجناء اللي تم اعتقالهم من بولنديين او اليهود او من اسرى حرب السوفيت. ويا ريته اكتفى على كده، لا، ده كمان كان بيعمل التجارب ديت على الالمان اللي كان عندهم اعاقه جسديه او ذهنيه. كانت الغايه عند الدكتور المجنون دوت تبرر الوسيله، والوسيله هي التجارب على اجساد البشر. الغايه هو تطبيق النتائج اللي هتطلع من التجارب ديت لإنتاج أفضل سلالة للجنس الآري. أنا بقى مش هحكي لك عن تجارب كتير للدكتور ده، لا، أنا هحكي لك عن تجربة واحدة وهي كفيلة تسد نفسك أصلا، لأن التجارب الدكتور دوت محتاجة هرد أو هردين أو 4 علشان تكفي، لكن مش محتاجة حلقة من الحلقات دي. أنا هكلمك عن تجربة قام بيها الدكتور المجنون دوت عام 1943، والتجربة ديت خدت منه سنة كاملة، يعني من 1943 ل 1944. التجربة ديت كانت على التوائم الموجودة في معسكر المعتقلات، والأخص معسكر أوشوفيتس. والمعسكر ده كان معسكر ضخم بيضم 40 معسكر للإبادة والتجارب، وكان بيديره الألمان النازيون في الأرض المحتلة البولندية. أجرى الدكتور دوت تجاربه المجنونة على حوالي 1500 توأم. الرقم ده مفضلش منه بعد التجارب البشعة ديت غير 200 توأم بس، يعني من 3000 شخص مفضلش غير 400 عايشين والباقي كله مات. في التجارب هي الأبشع في تاريخ الألمان، والتجارب دي كلها كانت محاولة من الدكتور المجنون علشان يفهم بس علم الوراثة، وكانت حجته كل ده علشان يضاعف العرق الألماني والجنس الآري. تبدأ التجارب. 1. كان بيخيط التوائم في بعض علشان يشوفهم هيتعاملوا ازاي ككتلة واحدة. 2. بتر بعض الأعضاء من جسم التوأم الملتصق، وده ليه؟ علشان بس يعرف ان التوأم التاني هيحس بالتوأم اخوه لما رجلته تقطع ولا لا. مجنون. 3. حقن احد التوائم بمرض اسمه التيوفيد، وبعد كده بياخد دمه وينقله لاخوه التوأم علشان يشوف اي منهم هيستحمل وهينجو وهيعيش. طبعا انتوا فاكرين كده اصعب حاجه، يعني كده كفايه، صح؟ لا، بقول لكم مجنون، مريض نفسي. يعني خد التجربه دي مثلا، مرة قاعد فاضي بالليل فقرر يشوف ايه اللي بيغير لون العين والبشر، فقرر يحقن احد التوائم ببعض الصبغات المختلفة علشان يشوف عينيه وشعره هيتغير لونهم ولا لا. طبعا انتوا متخيلين فضل قاعد كده قدام التوأم وعمال يضحك ويقول يا ترى عينيه هتبقى لونها ايه؟ مجنون. 5. حقن النخاع الشوكي لأحد التوائم بأحد الأدوية الخطيرة علشان يشوف تأثيرهم على الجسد، وبعدين يقارن النتائج اللي هتطلع على الشخص ده على توأمه التاني اللي هو ما اتحقنش. والمفاجأة بقى إن كان كل التجارب دي بتتعمل بدون نقطة تخدير واحدة.
علشان ايه؟ علشان يشوف قوة تحمل الانسان للآلام. يعني كان بيقعد مبسوط واللي قدامه بيتقلب بحجة التجارب الطبية. ولو فجأة كده مبقاش محتاج للتوأم بعد التجارب، كان بيحقنهم بحقنة اسمها كلوروفورم في القلب مباشرة. وده كان امتى؟ بعد تدهور صحتهم وما يبقاش محتاجهم. فعلا تجارب بالنسبة له، بيجرب زي ما هو عايز. وطبعا شخصية مجنونة زي ده ما ترددش لحظة ان ينقل ليهم امراض خطيرة زي السل والتيوفيئيد. كان بيحقن المرضى بالامراض ديت علشان يشوف مدى تأثير وقوة الانسان لتحمل المرض. كل التجارب كان بيقارن دايما جسم المحقون بالجسم السليم التاني. طيب لو واحد من التوأم مات اثناء التجربة، ايه مصير توأمه التاني؟ اقول لك انا، التوأم التاني مبقاش ليه اي 60 لازمة بالنسبة للدكتور، فكان بيبعته المعسكر لقوات الاس اس اللي بدورها كانت بتعدمه رميا بالرصاص، وبعد كده بتاخد اعضاء بشرية منه تبعته للمختبرات في المانيا يعملوا عليهم تجارب. انتوا متخيلين مدى البشاعة والقذارة ديت؟ وفي النهاية مات الكتير من التوائم ديت اثناء التجربة. ده غير اللي عدمهم، ده غير اللي خرجوا من تحت ايده عندهم امراض كتير، منهم المشوهين واللي بيعاني من اعاقات جسديه واجسام هزيله واضطرابات نفسيه وعقليه. يعني بالبلدي الكل اتدمر تحت ايد الدكتور المجنون ده. ويوم 19/8/1947 كان بيتحاكم الدكاتره اللي كانوا بيساعدوا جوزيف في العمليات الخطيره ديت في الولايات المتحدة الأمريكية، ده بعد القبض عليهم. والقضية دي كانت مشهورة بقضية محاكمة الأطباء، معرفش أطباء إزاي، اسمها محاكمة الجزارين مثلا. في المحكمة جادل كتير من الأطباء ديت في الدفاع عن نفسهم بحجة إيه بقى؟ بحجة إن مفيش قانون دولي يمنع التجارب الطبية. يا سلام! المحاكمة دي بعد إيه بقى؟ بعد ما كان يوم 17 يناير 1947 حررت القوات السوفيتية معسكر الموت ده، وهرب الدكتور المجنون إلى سلوفيكيا بعد ما كان متنقل في زي عسكري ألماني، وكان موصي ممرضة كان على علاقة بيها وبيقيموا علاقة دايما مع بعض إنها تدمر كل الورق والمستندات اللي بيدينه. وحاول هو والوحدة بتاعته يهربوا غربا علشان ما يقعوش في إيد الاتحاد السوفيتي، علشان تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فيقعوا في إيد أمريكا. بس كان معهمش ورق يثبت هم مين، فالامريكان ما عرفوش يتوصلوا لاي حاجه من هويتهم، فبعد شويه سابوهم علشان الدكتور المجنون يعرف يزور ورق ويسافر فين؟ الى الارجنتين، يقعد بقى ويكن هناك ويحترم نفسه بقى ويتوب. لا، ما يبقاش جوزيف اللي احنا بنعرفه. يعني راجل بالنسبه له هو عايش يبقى امنيه حياته يبقى قتال قتله، فيشتغل هناك في الارجنتين في عمليات الاجهاض. بسم الله ما شاء الله بيعشق القتل، متعطش دايما انه يبقى قتال قتله. وبعد كده عرف يروح اوروجواي ياخد الجنسيه هناك، وبعد كده بقى يتنقل بين الارجنتين والبرازيل والاوروجواي. في الفتره دي اسرائيل خصصت كتيبه كبيره خاصه ليه انها تدور على الراجل ده وتجيبه، بس ما عرفوش يوصلوا له خالص. وفي عام 1972 تدهورت حاله جوزيف الصحيه يا اخي اخيرا، علشان في عام 1976 ينصاب ارتفاع ضغط الدم ويجيله مشاكل في الأذن ويبقى عنده عدم اتزان. وفي يوم 7/2/1997 كان رايح جوزيف يزور واحد زميله في منتجع ساحلي، علشان جوزيف يبدأ يقرر ينزل البحر يعوم شوية، فتجيله سكتة دماغية ويغرق. وأخيرا انتهت قصة جوزيف. وزي ما قالوا لقد كان جوزيف هو الشيطان في صفقة الموت اللي على ايده مات المئات من البشر، كل حظهم انهم وقعوا في ايد جوزيف منيري اللي بدل ما يبقى ملاك الرحمة بقى هو ملاك الموت. ما تنساش تصلي على النبي وتسيب لنا تعليق جميل شبهك، وما تنساش تدعي لاخواتنا في غزة ربنا ينصرهم ويثبت اقدامهم، دعوة تشهد عليك يوم القيامة. وما تنساش تتابعنا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بيا، الفيسبوك واليوتيوب والانستجرام اللي كلهم باسم مدحت زين عربي وانجليزي. وما تنساش تسيب لايك للفيديو عشان ده بيساعده على الانتشار، ويا ريت تشيره. يلا اشوفكم في حلقة جديدة، سلام.